هي الحكاية فوضى ولا ايه؟ احنا إلهنا إله عظيم. في آية في نحوم 1:2 يقول كده: الرب إله غيور. خلي بالكم، الله إله غيور ومنتقم. الرب منتقم وذو سخط، غضبه شديد جدا. الرب منتقم من يبغضه وحافظ غضبه على أعدائه. لما نرجع لسفر الرؤيا، سفر الرؤيا رؤيا 6:9: ولما فتح الختم الخامس رأيته تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق؟ حتى متى لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ تعرفوا في عدد 12 على طول يقول الرأي هذا الكلام: ونظرت لما فتح الختم السادس. شوف العمل الرباني: الزلزلة عظيمة حدثت. زلزلة ربنا عملها. شو سمعين عن الزلزال بتاع هايتي؟ يفتح لها كده، يفتح لها فتحة من فوق من تحت من أي حتة. زلزلة عظيمة حدثت، والشمس ايه ده؟ صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحها من موضعها، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضب العظيم ومن يستطيع الوقوف. الرسالة بتوصل، أعتقد أنتم فاهمين الكلام. واحد اسمه يهوشافاط، الناس دي مساكين صدقوني، الملوك دي جماعة من بنو مؤاب وبنو عموت هناك في الأردن، عند الأردن هناك العمونيين والمؤابيين، قاموا عليه للحرب. نادى بصوت على كل بصوم على كل يهوذا، وجعل وجهه يطلب الرب. ولهذه الكلمات: نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك عيوننا. وعمل ايه؟ أقام مغنيين ومسبحين. وهنا ده تعليم شيء مهم. لما يحصل خوف ارفع قلبك بالصلاة ورنم للرب، ورنم. أقام مغنيين ومسبحين. جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الآتين على يهوذا فانكسروا. شوف اللي حصل ايه: وقام بنو عمون ومؤاب على جبل سعير ليحرموهم ويهلكوهم، ولما فرغوا من سكان جبل سعير ساعد بعضهم على إهلاك بعض. طلعوا بقى رجاله بتوع يهوذا بصوا في البريه كده، لقيوا الجمهور كله جثث ساقطه على الارض. لي النقمه انا اجازي يقول الرب. طب نقابل الشر بالخير ولا نقابله ازاي؟ نعم، يجب ان نقابل الشر بالخير. في ملوك الثاني اصح 6: بنهدد ملك ارام قام ليحارب ملك اسرائيل في ذلك الوقت. بعت خيل ومركبات يحاطوا المدينه. راجل جهز نفسه، جم في الليل وحاطوا المدينه. طلع جحزي او غلام اليشع، زي ما بيقول الكتاب غلام اليشع، بص كده لقي مركبات ولقي حاجات كتيره جدا، الدنيا مليانه. قال له: يا سيدي يا سيدي. قال له: مالك يا جحزي؟ قال له: الدنيا جاي علينا، ايه الحكايه؟ مركبات وحاجات كتيره. قال له: انت مش شايف؟ صلى اليشع الى الرب وقال له: يا رب خلي الغلام ده يفتح عينيه ويشوف.
قال له ما تخافش، الذين معنا أكثر من الذين معهم. افتح عينيه يا رب خليه يعرف. راح جهز كده، بص كده، الله ايه الحكايه دي اتغيرت. لما ربنا فتح عينيه شاف ايه؟ شاف الجبل، يقول كتاب مملوء خيلا ومركبات. شكلها ايه دي؟ نار. خيل ومركبات نار حول أليشع. صلى أليشع إلى الرب وقال اضرب يا رب هؤلاء بالعمى. ضربهم ربنا بالعمى، خدهم ودخل بيهم على السامرة. ملك إسرائيل شاف الحكاية اتبسط خالص، قال له كده بص يا سيدي أليشع، الحكاية هم جم لغاية عندنا، أنا همسك السيف وهنقتلهم كلهم، خلاص ما احنا قبضنا عليهم، ما احنا أسرناهم. قال له لا، انت تقتل اللي أسرته بنفسك واللي برمحك، لكن دول مش مالكش دعوة بيهم. امال اعمل ايه؟ اولم ليهم وليمة. اكلهم. ازاي ان انا افعل الخير للاخرين؟ خليهم ياكلوا ويشربوا وبسطهم وقولهم لهم وليمة. راح عمل لهم وليمة وكلوا وشربوا ومشوا. وراحوا نسيتهم، والكتاب ولم تعد أيضا جيوش آرام تدخل إلى أرض إسرائيل. أنا طولت عليكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. اوعى يجي لك هذا الفكر، اوعى يجي لك هذا الفكر أن تنتقم من أحد مهما كانت طريقة الانتقام. اوعى تفكر أن لا نعمل كذا وكذا، لا. الكتاب علمنا ألا ننتقم لأنفسنا، أن نعطي مكانا. الله يقول كده لي النقم أنا أجازي. إن كان ربنا وصل لك الرسالة دي، إن كان في حاجة من ناحية حد نريد أن ننتقم منه بشكل أو بآخر، إن كان فكرنا جه على إن إزاي إن إحنا فعلا نريد إن إحنا نرد الشر بالشر، لا يا أيها الأحباء. الكتاب علمنا أن نحب الكل. الله محبة. دعونا نحن رؤوسنا في الصلاة. خلينا كلنا نصلي أيها الأحباء. يا من أنت حاولت